شريف حسين، خيانة باسم العروبة. سنة 1908 اتولى الشريف حسين بن علي ولاية مكة تحت الحكم العثماني، وفي الوقت ده كان الأشراف اللي من نسل النبي ليهم مكانة خاصة في قلوب المسلمين. لكن حسين كان عنده طموح كبير، وهو انه يبقى ملك للعرب ومش مجرد تابع للدولة العثمانية. في البداية كان الشريف حسين مخلص للدولة العثمانية، وحارب كل المتمردين اللي ظهروا في اليمن ونجد وجازان، وبقى ليه كلمة عند السلطان عبد الحميد الثاني، وبقى بيشاوروا في بعض المسائل. لكن في سنة 1909 اتمكن حزب الاتحاد والترقي من خلع السلطان عبد الحميد الثاني، وتعين مكانه أخوه محمد رشاد، واللي كان مغلوب على أمره على الآخر. وبكده بقى حزب الاتحاد والترقي هو اللي مسيطر على كل مفاصل الدولة، وبدأوا يعلنوا إن الدولة تركية مش عثمانية. ولما بدأوا في التدخل في شؤون إمارة مكة، بدأ الشريف حسين إنه يتصدى ليهم، وبدأت العلاقة بينهم تتوتر. وفي أغسطس سنة 1914 قامت الحرب العالمية الأولى،